يا مساء الفل. انا مش عارفه ايه حكايه السيزون ده الحقيقه. كل حلقه بكلمكم من قلب الحدث كده، يعني عايشه كل حاله. يعني دي تالت اسبوع لينا اهو. تلات اسابيع بثلاث حالات ومواضيع مختلفه كلهم انا عايشاهم. يعني على اخر السيزون ده هيجيلي انفصام في الشخصيه، ربنا يستر. أم، عارفين احساس انك حد واقف في النص، لا انت عارف ترجع لورا ولا قادر تكمل لقدام. الاحساس اللي هو احساس انت مش عارف تعمل ايه، انت مش طفل بس برضو مش كبير كفاية ان الدنيا تاخدك بجدية. ف انت مش عارف تعمل ايه. برضو في ناحية المسؤوليات، مثلا لو مرتبط، انت مش مرتبط بس في نفس الوقت مش حاسس ان انت حر. او لا انت ناجح ولا انت فاشل. الشعور ده مش غريب، كلنا تقريبا مرينا بيه. المرحلة اللي انت بتحس فيها ان انت في منطقة رمادية، مش فاهم انت المفروض تعمل ايه بالظبط. زي ما تكون كده في سكة سفر وواقف في محطة ترانزيت، فمفيش طيارة جايالك ومفيش طيارة هتيجي تاخدك، انت قاعد. انا قاعد هنا شوية. وهو ده بالظبط اللي انا عايزة اتكلم فيه في حلقة النهاردة. شعور انك في نص الطريق. تخيل كده مثلا، خلينا نتخيل الموضوع ده على أول مرة أنت بتحس فيها بالإحساس ده، ألا وهو لما أنت بتكبر وتدخل الكلية مثلا. فتخيل طالب في الكلية عدى المرحلة اللي كل حاجة فيها كانت متخططة ومدروسة ومتظبطة له جاهزة. هو مجرد بيعيش بقى، لان انت باباك ومامتك مظبطين لك كل حاجة، زي مثلا مدرسة، دروس، الجدول واضح، انضباط. حد بيجي يديك على دماغك تقوم تنزل. كل ده كان في نفس ما هو احنا ما كنا حاسينه زمان خنقة، بس كانت حاجة سهلة جدا. ففجأة الإنسان ده بقى عنده حرية اختيار تخصصه وشغله ومستقبله. بس المشكلة إن الحرية دي مخيفة أكتر من إن هي مريحة. فبيحس إن هو تايه. طب يكمل في مجاله، طب يغير، طب يسافر، طب يفضل هنا. أو واحد مثلا شغال بقاله سنين، عنده وظيفة مستقرة، بس حاسس إن هو مش بيكبر أو مش قادر يسيب الامان اللي هو فيه. فهو بقى في النص، ان هو مش قادر ياخد خطوة فيها مغامرة، بس في نفس الوقت كل يوم بيعدي عليه شبه اللي قبله. وكل ما بيفكر ان هو يغير يرجع يقول طب وبعدين، طب لو انا خسرت كل حاجة هعمل ايه. كمان الموضوع ده في العلاقات بتاعتنا. آم، في ناس كتير حاسة ان هي مش مرتبطة رسميا، بس برضه هم مش احرار. فمش قادرين ان هم يسيبوا ومش قادرين يكملوا. الاحساس ده آه، مش عايزه ابقى اوفر اقولك ان هو بيقتل، بس هو فعلا بيقتل. بس هو احساس، نفس احساس، هقولك ايه والله. انا مش عايزه اكون بجيب لك احساس تافه، بس هو نفس احساس لما يكون التيشيرت اللي انت لابسه فيه تيكت وعمال يخربشك في ظهرك كده، فهو مضايقك قوي. انت عايز تشد التيكت ده باي طريقه. ففكره ان انت تعافر في حاجه مش واضحه، بس برضو انت مش قادر تنسحب. أه يمكن انا في اول مره حسيت فيها الاحساس ده لما انا جربت ان انا اعتمد على نفسي بقى بشكل كامل. يعني قلت ليه لا، مع ان انا ما كانش، الحمد لله الحمد لله، انا لما قررت ان انا اخد الخطوه دي ما خدتهاش وانا مضطره، خدتها وانا بمزاجي، انا عايزه اعتمد على نفسي. آه، مشكله ان انت واخد قرار بايدك وفي نفس الوقت انت عايز ترجع لمامتك تقول لها تيجي تتخانق لك. انا مثلا معتمدة على نفسي بنسبة 100%. مش يعني أنا مش بتكلم بس على على المستوى المادي، أنا بتكلم على المستوى المادي والنفساني والشخصي وكل حاجة. كل حاجة انت بقى خلاص، انت بقى ليك البرسونا بتاعتك لوحدك، وانا شخص ناضج وكبير وجامد. وفي نفس الوقت مع اول مشكلة
هو بابا وماما فين؟ انا حاسس ان انا بالظبط كده، كأن حد مسكك وقام رماك من فوق مركب وقال لك عوم، اتعلم بقى العوم مع نفسك، مع ان انت كنت فاكر ان انت بتعرف تعوم، بس طلعت ان انت انا مش عارف اعوم. فهو الاحساس ده بالظبط بيجيلك اول لما انت بتبقى خلاص بقى، يعني انت معاك الحرية ان انت تعمل اللي انت عايز تعمله. الحقيقة ان احنا بنعيش في زمن بيخلينا نحس اننا لازم نكون عارفين كل حاجة، وده انا قلته تقريبا او لمحت له في حلقة في سيزون 1 كان اسمها احنا بنجري ليه، حاجة زي كده. واننا متأخرين عن الناس اللي حوالينا ونشوف ناس بتنجح بسرعة، ناس بتتجوز، ناس بتسافر. آم، ده بيخلينا حاسين ان احنا واقفين مكاننا. على فكرة حتى فكرة الارتباط بتضغطنا، يعني لو حد حوالينا مثلا بيتخطب كتير، سواء بقى بنات او ولاد، انا بتكلم بشكل عام على الانسان بشكل عام. لما تلاقي اللي حواليك مثلا كلهم طالعين في موضة واحدة، بتحس ان انت طب اشمعنى انا ما بعملش الحاجة دي زيهم؟ ما بتخطبش زيهم ليه؟ ما بتجوزش زيهم ليه؟ ده الانسان الطبيعي. يعني انا عمري في حياتي ما فكرت مثلا ان انا اللي هو اعمل كده، او افكر كده، بس هو في الطبيعي انت المفروض بتحس الاحساس ده. وانا ساعات برضو بيجيلي احساس اللي هو الناس اللي هناك دي كلها عماله تنجح وانا قاعده انا ما بنجحش ليه؟ خير. بس هل ده حقيقي؟ أه هو مش حقيقي. والحقيقه اننا للاسف في السن ده بنبقى فعلا فعلا في النص. يعني لا احنا صغيرين ولا احنا كبار، لا احنا عيال ولا احنا ناس ناضجه بنسبه 100%. احنا ناس في النص. فنيجي نبص ورانا نلاقي حاجات كتير قوي عدت بشكل اسرع مما كنا نتخيل، مع ان احنا واحنا في الوقت ده كنا بنحس ان الوقت ما بيعديش، وان الدنيا بطيئة قوي، رتمها بطيء قوي. يعني انا كنت بكره المدرسة، انا بكره المدرسة جدا جدا، ولغاية دلوقتي مهما حصل عمري في حياتي ما هقول ولا يوم من ايام المدرسة لا. انا بكره المدرسة، ايه فكرة فعلا فعلا وحشة قوي. بس لما برجع ابص على المدرسة بلاقي انه ما هو انا كبرضه كشخص انا كنت لا احمل هما انه انا كنت عيله صغيره. كان اكبر همي بجد ان انا رايحه المدرسه وهشوف وش ميس جيهان بتاعه العربي. وبجد الست دي كانت معقداني في عيشتي، ما كنتش بحبها. بس بس في نفس الوقت لا، انا لغايه دلوقتي كحد كبير كده انا مش عايزه اشوف وش ميس جيهان بتاعه العربي. بس يعني انت بتبص من ناحيتين، من ناحيه ان الحاجه دي عدت بسرعه قوي، ومن ناحية انه برضو طب معنى لما كنت في الوقت ده كنت شايف ان برضو الدنيا رتمها بطيء، والوقت مش عايز يعدي، وانا طهقان ومش طايق الحياة اللي انا عايشها. فانت بتبص وراك زي ما قلت، بتلاقي ان الدنيا عدت بشكل سريع قوي، وفي نفس الوقت لما بتيجي تبص قدام للأسف بتلاقي الطريق ضبابي. مش ده معناه يعني ده مش معناه ان انت يعني مستقبلك اسود، ده مش قصدي. بس قصدي انه مليان اختيارات، ومفيش علامة واحدة بس بتقولك امشي من هنا، طب امشي من هنا، طب الطريق ده صح، طب الطريق ده لا غلط. يعني مفيش حد بيوجهك خلاص، الا لو طبعا انت طلبت التوجيه. بس في الطبيعي التوجيهات بتاعت اهلنا او الناس اللي حوالينا ما بتبقاش موجودة واحنا في المرحلة دي زي ما كانت موجودة زمان، لان خلاص بقى انت بقيت واعي بما فيه الكفاية. فاحنا في سن الجامعة مثلا، في مرحلة الجامعة، ودي اكتر فئة الصراحة انا بتكلم معاها في البودكاست عندي، ان هم الفئة بتاعت الجامعة، الناس اللي في سني. ايه ده، انا كده قلت ان انا في الجامعة؟ طيب مش مهم. بس هم مش حاسين مثلا ان احنا طلبة زي ايام المدرسة، مفيش حد بيمسك ايدنا ويقول لنا اعملوا كذا وما تعملوش كذا. لا، فجأة بقى عندنا مسؤوليات وقرارات وحرية. الحرية اللي احنا كنا بنحلم بيها من واحنا صغيرين، بس محدش قال لنا ان الحرية دي تقيلة، وان هي بتخلي الواحد مسؤول عن كل غلطة وكل تعثر وكل قرار هو بياخده. لانه مش عشان حاجة انت مش هتتعاقب، بس انت هتتحمل مسؤولية قرارك. ودي الحاجة اللي انا ادركت ان احنا كان المفروض نتربى عليها واحنا صغيرين، انه في التربية الايجابية اللي منتشرة دلوقتي الصحيحة، مش الحاجات الهبلة اللي بتتقال على السوشيال ميديا، انه احنا لازم نعلم الطفل ان هو لما يغلط يتحمل مسؤولية غلطه مش يتعاقب. فمثلا
انت مثلا كسرت حاجة، تحمل مسؤولية ان انت مثلا تصلحها، او ان انت تجيب لنفسك حاجة بدلها من مصروفك، تحوش وتجيب بدلها حاجة. فانت تحملت مسؤولية قرارك. بس مش مثلا اعاقبه ولا اروح اضربه ولا اروح ازعقله، لا. ده اللي انا ادركت ان احنا كان المفروض نتعود عليه من واحنا صغيرين، بس ما تعودناش عليه. عشان كده لما جينا دلوقتي وكبرنا واتحطينا في اول مرة في حياتنا اننا نتحمل مسؤولية قرارنا، بقى بالنسبة لنا العقاب حاجة اهون بكتير. يا عم عاقبني بس اتحمل مسؤولية قراري، يا نهار ابيض. فبنبقى برضو ارجع للحاجة بتاعتنا ان احنا بنبقى عايزين نملك امرنا بايدينا، ونبقى مستقلين وناخد قراراتنا لوحدنا. لكن اول لما نحس ان الدنيا كبرت علينا، واول لما هنغلط غلطة تقيلة، واول لما هنحس ان احنا تايهين، بنبقى عايزين نرجع للحتة اللي كنا فيها أطفال، عايزين نرجع لحضن أهلنا تاني ونبقى صغيرين تاني، بنسيبهم ياخدوا القرار بدلنا. وأحيان كتير بنبقى عايزينهم يطبطبوا علينا ويقولوا لنا احنا هنا، مفيش حاجة حصلت. يعني حتى لو أنا هرجع وأكمل المجزرة دي لوحدي، بس فكرة ان أنا عندي اوبشن ان انا برجع لحد كبير مريحة. ومعرفش اذا كان الناس كلها بيبقى عندها انا شايفه ان دي ميزه، يعني دي بريفليج. انت لو عندك القدره ان انت ترجع لحد وتترمي كده في حضنه وتقول له في واحد اتنين تلاتة وانا مش عارف وانا مش عارف وانا مش عارف، تبين قدامه ان انت لسه طفل، انت مش كبير. دي ميزه ربنا ما يحرم اي حد منها بجد. أم، بس للاسف بعيدا بقى عن كل ده، يعني بعيدا عنه انت في حد في حياتك بترجع له او لا، للاسف الحاجه حصلت، انت كبرت، انت خلاص. يعني الرجوع اللي انت بترجعه لحد من اهلك ده بيبقى رجوع لحظي. بيكمل معاك يا سيدي ايه، يوم كامل، يوم كامل اقعد اترمي وعيط. بس انت كبرت خلاص. حتى لو غصب عنك، وحتى لو الغلط اللي انت عملته اكبر منك، فانت لازم تواجهه. ممكن تحزن، ممكن تحس بندم، بس للأسف خلاص اللي حصل حصل. بس الجانب الإيجابي ان انت لازم بقى ايه تتعلم، لان انت لو ما اتعلمتش هتتوه اكتر وهتفضل تكرر الغلط تاني. فالغلط في المرحلة دي مش النهاية. ايوه ساعات بنختار غلط وبندي ثقتنا لناس ما تستحقهاش، وندخل في تجارب مش بتاعتنا، ونضيع وقت في حاجات ملهاش قيمة. بس كل غلطة بدرس، وكل غلطة فرصة بنتعلم منها وبنقف تاني. فما فيش حد بيمشي طريقه من غير ما يتلخبط. آم، وما فيش حد عارف هو رايح فين. which is دي المفاجأة يعني. المفاجأة ان انت حتى لما هتوصل لسن 40 سنة او 50 سنة، برضو مش هتبقى عارف انت رايح فين. ممكن يبان للناس، وممكن انت تقول للناس انا عارف انا بعمل ايه، بس انت من جواك هتفضل برضو مش عارف انت بتعمل ايه، لان دي الدنيا مفيش حد عارف هو بيعمل ايه او رايح فين. ربنا سبحانه وتعالى بس هو عارف كل واحد رايح فين في الاخر. فالمهم مش اننا نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، على قد ما نبقى مدركين احنا هنعمل ايه بعد ما نكتشف اننا مشينا في سكة غلط. لان الحياة للأسف برضو مش خريطة، ما فيهاش سهم بيقولك انت هنا والطريق مرسوم قدامك فهتوصل للوجهة بعد مش عارف ايه. ما فيش الولاية بتاعت الجي بي اس دي، ما بتقولكش after 200 meters turn to the left، ما فيش الكلام ده. فالحياة تجربة، ولو فضلنا خايفين نغلط هنفضل واقفين في نفس المكان. احنا بنتعلم واحنا ماشيين، فبنكتشف نفسنا وبنكتشف الدنيا وبنكتشف ان التوهان ده طبيعي، وان اللي بيحصل لنا ده هو اللي هيشكل حياتنا في المستقبل. ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي انا لما بشوف حد اصغر مني، او مش لازم اصغر مني، حد ما مرش بتجربة بس انا مريت بيها، بحرص قوي قوي ان انا اروح اقول له على فكرة انا كنت مكانك، وبحكي له انا حصل لي ايه، بحكي له انا حصل لي واحد اتنين تلاتة اربعة، وكنت مكانك وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. مش من اجل حاجة، على قد ما من اجل ان انا عايزة افهمه انه انت مش لوحدك، وان في ولو حد واحد بس في الدنيا حس بنفس الاحساس اللي انت حاسه. فما تحسش بتوهة او تحس ان انت هو انا ليه اللي بيحصل لي كده. لا، لان احنا لو دعبسنا شوية في حياة بعض هنلاقي ان احنا كلنا
كلنا بطريقة او باخرى عايشين نفس الحياة، بنفس الاحداث، بنفس المشاعر، بتختلف في ترتيبها، بتختلف في اوقات حدوثها، بتختلف في شخصياتنا احنا وطريقة تلقينا لكل حدث بيحصل لنا، بس كلنا عشنا نفس الدنيا. أم، والحقيقة ان كلنا في النص، مفيش حد وصل للنهاية، لان مفيش حاجة اسمها نهاية اصلا. احنا دايما في منتصف مرحلة ما، فبنحاول نفهم ونتعلم عشان نتحرك حتى لو بخطوات صغيرة. المهم ان انت ما تفضلش متجمد مكانك، اختار حتى لو الاختيار مش مثالي، اتحرك ولو ببطء، مفيش مشكلة، لان النص ده مش النهاية، هو مجرد فصل من القصة، وانت اللي بتكتب السطور اللي جاية. أم، الحاجة الوحيدة اللي فعلا بشدد عليها تاني، انا مش عارفة انا قلتها في الحلقة اللي انا ذكرتها من شوية دي ولا لأ، بس حتى لو قلتها احب اشدد عليها تاني، انه احنا مش متأخرين ولا احنا ضايعين، عادي، ريلاكس. انا بقول الكلام ده لنفسي معاكم على فكرة، لان انا محتاجة اسمع الكلام ده. احنا بس في النص، للأسف احنا في النص. و... وعلى فكرة مش للأسف قوي، لان النص ده برضو اكتر جزء في الحكاية فيه دراما، فلما هتعديه هتبص كده وراك وتقول انا ما كنتش تايه، انا كنت بتشكل مش اكتر. فممكن نهدى شوية ونبطل نبص لحياتنا بطريقة مختلفة. لا، هي مش مختلفة، كلنا عايشين نفس الحياة، بس هي فروق فردية، وده لا يقلل منك ولا يزود من اللي جنبك. كلنا عادي، كلنا عايشين نفس الدنيا، كلنا بنمر بنفس التجارب، كلنا بنحس بنفس الإحساس، بس باختلافات. مش لازم نبقى كلنا عارفين كل حاجة، ومش لازم نبقى عندنا آه، في ناس عندها الموضوع ده، انا منهم، عندنا دايما عبء اصلاح كل ما هو حوالينا، واصلاح شعورنا وشعور غيرنا، واصلاح عايزه اصلح وخلاص. لا، ما الموضوع ده فعلا هيبقى صعب ووحش قوي. ف مش لازم نبقى عارفين كل حاجة، ومش لازم يبقى عندنا إجابات لكل الأسئلة دلوقتي. المهم إننا نحاول، واننا ما نخافش من الغلط، واننا لما نحس اننا تايهين نفتكر ان كلنا في نفس المركب وكلنا بنحاول. احنا مش لوحدنا، وده في حد ذاته كفاية قوي ان هو يطمنا. أه واتمنى ان الحلقة دي تكون بشكل او باخر خلتك تحس ان انت مش لوحدك. انا ما قلتش ده بشكل صريح، وما حاولتش ان انا اقول قصة معينة بشكل صريح عشان تحس ان انت فيها مش لوحدك، بس في حاجات كتير قوي، امثلة كتير قوي تخلينا ندرك ان احنا كلنا زي بعض، كدراسة وكشغل وكأننا كبرنا وكارتباط وكحاجات كتير قوي قوي قوي. ف هدئ من روع نفسك ومن روع اي حاجة بتحصل لك، وما تستعجلش، بطل تستعجل نفسك في كل حاجة، لان الاستعجال برضو حاجة من الحاجات اللي بتخلينا دايما حاسين ان احنا في النص، وبتوقفنا في الاخر، لان انت بتفكر كتير قوي وفي الاخر تلاقي نفسك ما بتعملش اي حاجة. بس وان شاء الله يا رب تكون الرسالة اللي انا جاية اقولها في الحلقة بتاعت النهاردة دي وصلت، ومفيش حاجة تانية الحقيقة. يلا اشوفكم الحلقة الجاية.